احنا بقالنا سنين دلوقتي الحقيقة الأمراض سواء النفسية والجسدية عمالة بتتفاقم بصورة كبيرة جدا. أنا مش بتكلم بس يا جماعة الفيروسات، ولا بتكلم على كورونا، ولا بتكلم على بس الأمراض المناعية. أنا بتكلم إن الإنسان في العموم حالته الصحية اختلفت كتير عن سنين فاتت. أكيد طبعا تأثير التكنولوجيا، تأثير الحياة السريعة، تأثير الحياة عموما في المراحل اللي احنا فيها بالذات، والتحديات الجديدة اللي احنا بنواجهها في حياتنا أكيد ليها دور كبير وعامل كبير. بس يا ترى زي ما التحديات زادت وبقى فيه هجمة قوية وشرسة من مختلف أنواع الأمراض، سواء اللي قادرين يوصلوا معلومات أكيدة ليها واللي مش قادرين، يا ترى في وسيلة تقدر تساعدنا قصاد هذه الهجمة إن احنا نكون أكثر قوة، أكثر مناعة وأكثر صلابة؟ يا ترى في علوم تقدر تساعدنا على فهم اللي احنا بنمر بيه في المرحلة الحالية اللي احنا فيها دي؟ معايا النهاردة دكتور رحاب غنيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرحاب العربية الدولية للميتا هيلث، وممثل مؤسسة الميتا هيلث العالمية. وأول حاجة هنبدأ بيها إن احنا نتعرف على حضرتك. شكرا جزيلا ليك يا أستاذة إيمان. ونتعرف على علم الميتا هيلث ونظرته للي عمال بيحصل حوالينا في الحياة. علم الميتا هيلث بمنتهى البساطة هو علم تشخيص الضغوط. اوكي. العلم ده ببساطة شديدة بيقول إن أي مرض، سواء كان المرض ده عضوي أو نفسي، وراه صدمة بيولوجية أو صدمة نفسية. ده بمنتهى البساطة. العلم ده قائم كله على تشخيص جميع الأمراض اللي بيواجهها طبقا لمجموعة من القوانين والفلسفات. العلم ده منشأه في ألمانيا على يد طبيب ألماني دكتور هامر، كان بسبب حدوث أزمة ليه نفسية اتعرض لها مقتل ابنه، وأصيب بعدها مباشرة بحوالي 2.5 أو 3 شهور بسرطان في الخصية. فدكتور هامر لما أصيب بهذا المرض هو سأل نفسه 3 أسئلة: ليه أنا، مع اني انا حياتي مرفهه ما فيش فيها ازمات غير هي ازمه ابني، وليه المرض جالي بعد فوات 3 شهور من ازمه ابني؟ ما كانش جه وقتها ليه؟ وايه السبب ورا ظهور هذا المرض؟ وليه دلوقتي في التحديد؟ تمام. ال3 أسئلة دول دفعوه ان هو يكتشف علم الطب الألماني الحديث، وبعد كده مجموعة من الأطباء تنقلوا هذا العلم وزودوا عليه بعض المفاهيم والتقنيات والأدوات وسموه الميتا هيلث. جميل. طيب أنا النهاردة لما يكون معايا معلومات بهذا الحجم الكبير، وطبعا دكتور هامر اللي ما يعرفوش كان عامل مشرط هامر في العمليات الجراحية، فهل الواحد يقدر باستخدام هذا الوعي الجديد يقدر يساعد نفسه على المستوى الشخصي، طبعا المستوى الاجتماعي والمستوى الحياتي في العموم؟ مهم جدا نبقى مدركين حاجة ما نقدرش نغفل عنها، هو انه في جانب كبير ما ينفعش ننساه دلوقتي، وهو الحالة النفسية. الضغوط اللي بنتعرض لها، حتى الضغوط اليومية في حياتنا، مش بس الأزمات القوية، الضغوط اليومية في حياتنا لابد يبقى لها تأثير. في نسيج بيستهلك في الضغوط، ونسيج بيتبني بعد الخروج من الضغوط. دي قاعدة أساسية لابد ندركها في حياتنا كوعي، فما نقلقش لما يجيلنا أمراض نسأل هو إيه اللي ورا الموضوع ده. طب ويا ترى دكتور هامر أجاب عن هذه الأسئلة اللي هو سألها ال3، وبرضه في نفس السياق اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده كان فيه إجابات؟ أجاب إنه نسيج الخصية بالتحديد الجزء اللي أصيب بالسرطان هو مسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية، فهو مسؤول عن الإنجاب، وهو أصيب صدمة في فقد ابنه. أكيد طبعا. هنا الأزمة كانت الأزمة. طبعا قدر يلاقي مسميات وسياقات لجميع المشاعر تتناسب مع جميع الأنسجة الموجودة في جسم الإنسان، فكل نسيج في جسم الإنسان بيتكلم بشعور. يعني أنا جسمي له لغة طبعا، ونقدر نفهمها ونقدر نكلمه ونتعامل من خلالها طبعا. طيب ويا ترى ليه بالذات بعد 3 شهور من وفاة ابنه؟ لأن في قانون بيحكم الأمراض أو ظهور الأمراض. القانون ده منقسم لمرحلتين. أول مرحلة هي مرحلة الضغوط،
ودي بيكون الانسان بيتعرض فيها لمجموعه من الاعراض. وزننا يقل فبنفرح جدا، ما بننامش كتير فبنبقى سعداء، عندنا نشاط عالي جدا غير الطبيعي فبنبقى سعداء جدا. يعني دي المشكله يا دكتور دلوقتي. يا نهار ابيض. فلابد نبقى عندنا وعي بهذا الكلام. دي فترة الضغوط. طبعا في بعض الأنسجة في الجسم بتتفاعل في فترة الضغوط إنها بتزود خلايا عشان تواجه الضغط، وبعض الأنسجة تانية تقلل خلايا عشان تواجه الضغط. تمام؟ طيب فترة التعافي دي المرحلة التانية في القانون ده. فترة التعافي بقى أعراض مختلفة، وزننا يزيد، نومنا يقل، يبقى عندنا شهية مفتوحة طول الوقت، واحنا مش عايزين ننام كتير جدا واحنا مش عارفين ليه، ونرجع نزعل على زياده الوزن ونبقى تاني. زعلانين جدا على الموضوع ده، مع ان جسمنا اصلا بيحاول يتعافى، فبيحاول يجمع الطاقة عشان يقدر يتم عملية التعافي دي. في بعض الأنسجة اللي زادت في فترة الضغوط تقل في فترة التعافي، واللي قلت في فترة الضغوط تزيد في فترة التعافي. فده معناه ان هو وصول مرحله بالظبط. ظهور الكانسر عنده. فالنسيج ده ظهر فيه الكانسر لما دخل التعافي، يعني بعد ما عدى 3 شهور على التجربة بتاعة الفقد وبدأ يتعامل ويعود للحياة مرة أخرى ظهر المرض. طيب وهل قدر فعلا من خلال الوعي والفكر ده والنتائج اللي وصل لها ان هو يقدر يساعد المرضى اللي كانوا موجودين عنده؟ هو ساعد حسب الكلام المنقول من طلاب والقريبين جدا والمعتمدين عالميا، انه قدر يعالج 6000 حالة من اصل 6500 حالة اورام. تمام. ففوق 90% تقريبا يعني. حلو قوي. لو احنا قدرنا نوصل لهذه النتيجة، طب نقدر نقي نفسنا ازاي بقى من الكلام ده؟ الوعي. الوعي. احنا كده هنخش في موضوع كبير يا دكتور. يا ريت حضرتك تفسري لنا اكتر. يعني مهم نبقى فاهمين ان خلايا جسمنا بتتكلم، كل ثانية بتتكلم، بتقول لغة. مهم نتعلم اللغة دي او ناخد عنها فكرة. يعني احنا مش بنمنع اي حد من زيارة الطبيب، بالعكس روح زور الطبيب واطمن على نفسك، بس ما تنفعلش قوي مع كل ما يقال الا لما تفهم ايه نوعية الضغوط اللي اثرت على النسيج اللي انت بتعاني منه. عندي قولون عصبي مثلا، افهم الاول قولون عصبي بيشتغل ليه، خد علاجك وروح زور الطبيب، اعمل تحاليل، اعمل كل حاجة، اطمن. بس مهم تفهم اللغة اللي بيحاول يقولها لك، لان هو بيحاول يكلمك. عندك اي نسيج في جسمك، اي عضو في جسمك بيوجعك، اسمع رسالته. كان حتى في تعريف للشيخ الشعراوي في هذا الامر، ان هو بيعرف المرض على انه صيحة صحية. انت عمرك ما هتعرف ان عينك تعبانة غير لما نظرك يضعف او تتعب او تبقاش قادر شايف حاجة، وعمرك ما هتعرف ان كليتك تعبانة غير لما تتألم منها، ولا هتعرف ان عندك غدة درقية الا لما الدكتور يقول لك الغدة الدرقية تعبانة. فمهم نتعلم اللغة دي عشان نقدر نتعامل ونتكلم مع جسمنا ونتواصل جيدا. طيب جميل. لو احنا ابتدينا نتعلم، وطبعا يعني هل في وسائل سهلة على الناس ان هم يقدروا يتعلموا من خلالها اللغة دي؟ والله في الصفحات الموجودة على الانترنت، في بعض المقالات منشورة لمؤسسة الميتا هيلث العالمية، عندهم مجلة في الصفحة بتاعت المؤسسة بننشر عليها بعض الأحداث، بنرد على الاستفسارات. لو الناس تواصلت دورت على ممارسين أو معالجين بالميتا هيلث برضو هيردوا عليهم. طيب انا بقى اهم حاجه عندي الكلام الجميل ده والفكر يعني الراقي ده، الانسان يقدر ازاي يستخدم علم الميتا هيلث او هذا الوعي في كل مناحي حياته علشان يحصل عمليه ارتقاء تطور، يبدا يعلي مناعته، فيبدا الوظائف بتاعته في الحياه تبقى في حال افضل. فنقدر نعمل ايه علشان نرفع المناعه ونقدر ان احنا نطور كل نواحي حياتنا؟ في ابحاث كتير حاليا دلوقتي منشوره على مدى تاثير المشاعر على المناعه بتاعه الجسم وعلى الجهاز المناعي. الجهاز المناعي في اجسامنا بيتاثر جدا جدا بالخوف، واحنا شاهدنا الموضوع ده في ازمه كورونا لما حصلت في 2020. الخوف حوالينا في كل مكان. ده حقيقي يعني. ده حقيقي. والاضطرابات بدات تعلى جدا، ومعدل الاضطراب بدا يوصل لقمته. فمهم جدا جدا نبقى عارفين ان كل ده هيكون له تاثير طول ما انا مش مشغل وعي.
لكن لو مشغل وعي وعارف ان انا النهارده تعرضت لشعور كذا او ضغوط معينه في حياتي وانضغطت فيها، فانا روحت البيت جيت ارتاح حسيت ان انا دايخ شويه مهزوز شويه، افهم على طول هو ايه، او اسال نفسي على طول ايه اللي انا حسيته بالنهار. طب في تقنيات يا دكتور يقدروا بقى انا دلوقتي حسيت بخوف، حسيت باي مشاعر، حسيت بضغط من الشغل، رجعت البيت، ايه الوسائل او التقنيات البسيطه اللي ممكن الشخص العادي يستخدمها علشان يقدر يفرغ اول باول المشاعر والضغط اللي بيمر بيه؟ في تقنيات كتير، منها تقنيه الحريه النفسيه، الايموشنال فريدوم تكنيك، وده تقنيه اصلا ليها ابحاث علميه، والتقنيه دي حتى معترف بيها في الكونجرس الامريكي بيستخدموها. وفي بعض تقنيات كتير جدا، في عندك مدرسة للعلاج بتقنيات فيزياء الكم برضو، وفي مدارس كتير للتقنيات، لكن عايزة الحاجة السهلة البسيطة اللي تجيب فعلا. وادينا بقى كمان مثال كمان، يعني ادينا مثال بقى ازاي يقدروا يستخدموا EFT. التنفس الواعي، شهيق وزفير. دي كده سهله بقى، ده احنا واحنا قاعدين في المواصلات هنعملها بالظبط كده. ده علشان الانسان العادي في بيته لما يحس ان انا تعرضت من ساعتين، حصل موقف حسيت فيه شعور ألم جوايا، التنفس الواعي، خلي المكان اللي بيتألم يتنفس تنفس واعي. تنفس واعي يعني ايه؟ يعني اركز وعي كله على الشهيق والزفير في المكان اللي انا متألم منه. بالظبط كده. لانه التنفس مهم نبقى مدركين ان هو عضلة ارادية. كل الناس بتتعامل مع التنفس على انه لا ارادي، يعني هو بيحصل لوحده، لا، انت تقدر توقفه، ونتيجة وقفه ممكن تحدث حالة وفاة عادي جدا. ولكن في كل الحالات، حتى في الألم، في كل حاجة نقدر بالنفس ان احنا نساعد نفسنا. التنفس الواعي، النسيج المصاب الذي يتألم لا يتنفس. ان دخلت له شهيق وزفير بوعي، شوية شوية هيبدأ يتنفس. خلي عندك صبر معاه. كل ما كان تواصلك مع أنسجة جسمك أعلى، كل ما خدت شهيق وزفير من أول مرة وعي، جابت نتيجة. وتقنية الحرية النفسية دي سهلة الاستخدام؟ تقنية الحرية النفسية سهلة جدا، لأن هي عبارة عن ربط، يعني عبارة عن خط على نهايات مسارات الطاقة. في كذا مسار في الجسم بنعملهم بمنتهى البساطة. في أول مسار نقطة هنا، بنعمل تابينج عليها كده أو ربط عليها. والربط إن احنا مش نرزع أعضاء الجسم، حنينة جدا ورقيقة جدا، فأنت محتاج بس تعمل كده، تعمل كده، بيبقى بالظبط كده. بيبقى عبارة عن مسار طاقة في الجسم، في حاجات بتسد مسار الطاقة، عاملة كده زي الشرايين وفيها حاجة سداها. انت مجرد ما بتعمل ربط على نهايات مسارات الطاقة، بتبدأ المشكلة او الشعور اللي انت حاسه حاطط وعيك عليه يبدأ يخلص. دي كلها كده مسارات الطاقة. جميل. ودي ليها مثلا ممكن يخشوا في فيديوهات على اليوتيوب، في حاجات ممكن تساعد كتير الناس جدا جدا جميل جدا، مجرد ان هم بس يقولوا علاج الخوف بتقنية الحرية النفسية بس كده. هتلاقي لها فيديوهات كتير جدا يتعلمها بمنتهى البساطة. يعني دكتور رحاب، احنا النهارده بنقول للناس انكم اذا بداتوا تكونوا علاقه مختلفه مع الامراض والاعراض اللي انتوا بتتعرضوا لها، هيبدا في زي علاقه صداقه كده، وتبداوا تتنفسوا وتبداوا تعملوا تقنيات سهله جدا وبسيطه جدا في البيت، الحال ممكن يختلف كتير. حضرتك حابه توجهي ايه للناس تساعديهم بس كده في يعني في جمله بسيطه، ان هم يعني يبداوا يعرفوا ان الحياة فيها متعة وفيها راحة وفيها حاجات كتير جميلة، اذا قدروا يتعاملوا مع التحديات بتاعتهم ومشاكلهم هيقدروا يعيشوا الحياة بطريقة فيها هدوء وسكينة اكتر من الوضع اللي احنا فيه ده. والله يعني احب اقول للناس يعني الفت انتباههم لحاجة مهمة جدا اتعمل عليها ابحاث واثبتت نتائج قوية، وهو الخيال. الخيال لما بيستخدموه في العلاج زيه زي الحقيقة. يعني لو انا رحت الجيم علشان امارس مرونة في الجسم، وواحد تاني في المقابل مارس المرونة دي بس في الجسم على الاجهزة في خياله وهو قاعد في البيت، اللي راح فعليا هياخد 25% من النتائج، واللي قاعد في بيته هياخد 24% في النتائج. فانت النهاردة لو قمت تعبان وحاسس ان انت مجهد وجسمك تقيل ومش قادر تتحرك، وده ليه اثباتات علمية في الفيزياء،
اعرف ان كتلة جسمك بتقاوم في الوسط المحيط بيها، والوسط المحيط بيها شديد، لزوجته عالية. تعمل ايه؟ اطلع من الوسط المحيط بخيالك، روح لأفضل مكان انت بتحب ترتاح فيه، وخد تنفس واعي شهيق وزفير 5 دقايق 10 دقايق زي ما تحب، هتلاقيك بقيت في منتهى النشاط. بشكرك يا دكتور رحاب، شكرا جزيلا شكرا على لك المعلومات يا أستاذة القيمة إيمان. جدا شكرا جدا. شكرا. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية بإذن الله في القريب العاجل ان بإذن شاء الله. الله. ألف شكرا شكر. جزيلا. أعزائي المشاهدين، النهاردة أنا حبيت أقدم لكم معلومات جديدة مختلفة غير كل اللي احنا سمعناه الفترة اللي فاتت عن إزاي نتعامل مع أمراضنا والفيروسات والمشاكل اللي احنا بنواجهها، لأن فعلا اعرفوا إن بداية علاج وبداية التطور الحقيقي في حياتنا هي هتبدأ من جوانا، وإزاي هنتعامل مع نفسنا، وإزاي هنعرف نحرر مخاوفنا ونحرر الأصوات الخارجية اللي بتعمل لنا ضغط طول الوقت، بالذات على السوشيال ميديا. المهم الواحد يعرف يكون عنده وعي، بيسمع ايه، بيشوف ايه، علشان يبدأ هذا الوعي ينتقل الى الجسد، فنبدأ نعيش حياة اكثر راحة واكثر متعة بإذن الله.